اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. روتين جديد النهاردة كده هشجعك، روتين في الشقة كلها مش هسيبها غير وهي بتلمع من غسيل هدوم بقى ومواعين وكله. الأول كده شغلت القرآن الكريم كده وعليته عشان يديني طاقة كده. بدأته بعد الظهر. فبدأت أفتح بقى الشبابيك كده والبلكونات وكل حاجة عشان الهوا كده يدخل ويدينا بقى كده طاقة، وإن احنا نخلص كل اللي ورانا. ودخلت برضو البلكونة، شلت الستارة كده بقى كده من الرباط اللي عليها، فكيته وبدأت ان انا بقى ايه اشيلها عشان بقى اشم الهوا الجميل. طبعا احنا يا جماعة يعني داخلين على الشتاء، فمش فارقة معانا بقى الساعة 12 من الساعة 1. الجو على طول في الشتاء بالنهار بيبقى كده بيدي طاقة كده، وتحسوا ان هو مش حر قوي ومش تحسوا ان هو برضو مش برد قوي. فخدت طاقة كده وشميتها وفتحت شبابيك الشقة كلها. طبعا زي ما قلت لكم انا يعني كنت تعبانه يومين، والحاجات بقى انتوا عارفين اول حاجه بتبقى بايظه خالص في الشقه، بتبقى مكعبله كده في الشقه، هو المطبخ. بوريكم الاول كل حاجه كده، بس ما تخافوش همسكها كلها بقى كده انضفها والمعها اسيبها ان شاء الله زي الفل. بصوا بقى كده بعد ما فطرت كده وشربت القهوة بتاعتي وخدت الطاقة وكده، بدأت ان انا بقى ايه، الشقة كلها كانت عندي تضرب تقلب. بس اول حاجة بدأتها خالص بالمطبخ. ليه؟ لان المطبخ لما يكون رايق وحلو ونضيف كده، بصوا تحسوا ان الشقة كلها خلاص مش هتاخد معايا اي وقت. بدأت ان انا اشيل بسرعة كده سريعا كده كل حاجة من على الرخامة واحطها مكانها. وطبعا بفوط المطبخ كده بشوية صابون او بشوية معطر. بدأت ان انا بقى ايه، امسح كل الترابيزات من عليها واشيل بقى كل حاجة ملهاش لازمة ودها مكانها، يعني كل حاجة كده ودها ايه مكان بالظبط كده. شلتها وحطيتها مكانها، وبدأت ان انا انضف الاول وبعدين اخد كل حاجة بقى تقابلني على الحوض. اخر حاجة خالص بقى ان انا همسك بقى كل يعني اي حاجة على على الرخامة انضفها والمعها، واي حاجة مش نظيفة اوديها على الحوض. بدأت بالرخامة اللي هي الاول دي، وبعد كده بقى شلت برضو كل حاجه زي ما بتقولوا كده. ست البيت لما تبقى قاعده كده ومش مش قادره تعمل حاجه، او مثلا تعبت يومين، البيت كله بقى بيضرب يقلب. اللي يعمل مثلا شاي بيسيب الكوبايه زي ما هي، اللي بيعمل قهوه، اللي بيحضر لنفسه كتر خيرهم يعني حضروا لنفسهم. انا بقى ادخل ايه، اخلص بقى ايه المطبخ. روتين هيشجعك ان شاء الله، وتقومي تخلصي كل اللي وراكي ومتحمليش هم، بدل ايدك في شقتك على طول. اي حاجة ما تكوني مثلا يوم كده مكركب كده هتخلصيه سريعا. ليه؟ احنا منضفين كل حاجة قبل دخول الشتاء تنظيف عميق. فمن على الوش كده في ثواني كده ايدك في مطبخك هيرجع زي الفل في ثانية. بصوا بقى انا شلت كل حاجة برضو من على الرخامة دي وحطيتها في الحوض. اي حاجة عايزة تتغسل في الحوض، ولميت كده اي حاجة عايزة تترمى كده حطيتها في في الزبالة اعزكم الله. وكمان نضفت بقى الرخامة كلها كده عشان خاطر احط بقى المواعين، اغسل المواعين وارصهم عليها كده. لما بينشفوا ببدأ ان انا احطهم في المطبخ، يعني المواعين تنشف كده من المية اللي عليها واحطها في المطبخ. جبت بقى سبونشة، معايا سبونشة ومعايا السلك الناعم ده ما استغناش عنه لاي مثلا طبق مثلا بفقش فيه بيض، او حلة، اي حاجة بقى ألمونيا. بحب ان انا اغسلها بالسلك الناعم ده، بحس ان هي نطفت بالسلك الناعم مش بالسبونج. الاسبونجة بخليها للكوبايات والاطباق الميلامين ويعني ايه والحاجات دي. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا جبت بقى كل حاجة من على من على الرخامة وحطيتها في الحوض، وبرده من على البوتاجاز وكده. ومش هسيب المطبخ غير وهو بيلمع. مش مثلا تنظيفه لا كده، لا. بصوا انا هغسل المواعين كلها. طبعا مش هغسلها كلها قدامكم، كان عندي مواعين كتير، مواعين عشاء ومواعين فطار. هغسلها كلها. وكمان هلمع المطبخ كله. يعني ايه؟ يعني نظفت المطبخ كلها، يعني البيبان بتاعت المطبخ نفسه بتاع السيراميك وكل حاجة وبوتاجاز وكل حاجة. ليه؟ يدينا طاقة كده. صدقوني بعد ما خلصته على طول دخلت بقى على
على الشقة برضه كانت عايزة شوية ترويق كده، وكل حاجة بقى زي ما تقولوا كده كل واحد بيرمي حاجة كده في أي مكان بنلم بقى كل ده. ما خدش معايا وقت، بس المطبخ بقى لما يكون نضيف بيديني طاقة كده. أول حاجة لما يكون شقتك مثلا مكركبة ابدأي بالمطبخ، هتلاقي المطبخ نضيف من حواليك وزي الفل وخلصتيه، صدقيني الشقة مش تاخد معاكي أي وقت، مش تاخد معاكي وقت كتير. ولما يكون وراكي مثلا تنظيفات مثلا عميقة أو حاجة، برضو خلصي المطبخ الاول وخلصي كل اللي وراكي واللي في المطبخ، يعني خلصي المطبخ وابدأي مثلا اعملي اطبخي، وبعدين ادخلي اوضه بقى في الشقه نضفيها تنظيفه عميقه، مش هتاخد معاكي اي وقت. بصوا بقى كده انا خلصت وخدت المواعين كلها في الحوض وبدأت ان انا اغسلها. نصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شوية واحنا بنغسل، وفي نص برضو الغسيل نذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ونستغفر استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هتلاقوا بصوا المواعين اتغسلت في ثواني. يعني لو زهقانة يعني من شغل البيت وكده، تقولي مثلا احنا بنعمل لله عشان ناخد حسنات، يعني بنتعب في البيت وكده وشغل البيت، احنا بناخد حسنات يا جماعة الكلام ده. تخلي نيتك لله، لله احنا بنعمل ده، بنخلص وبننظف وبننظف الشقة وكده لله، عشان واحنا بنعمل كده يعني ناخد حسنات برضه. وبصي بقى انا تعبت يومين زي ما قلتلك، بس تنظيفات العميقة اللي انا عملتها ساعدتني. عايزة شغل بيتك ما ياخدش معاكي اي وقت. ولما الشقة مثلا نمتي يومين او تعبتي يومين او رحتي مشوار وجيتي بعد يومين ثلاثة وما ياخدش معاكي وقت، ده كله بيتوقف على ان انت مثلا وانت كويسة تنضفي كل اوضة في البيت تنظيفة عميقة. يبقى بيتك كده لما تيجي بقى تلاقيه كله يضرب يقلب، مش هياخد معاكي اي وقت. في هتدخلي المطبخ تخلصي وتمسحي كده من على الوش وتغسلي المواعين وتخلصي بقى ارضيات وكل حاجه في ثواني. هتدخلي الشقه كلها كل حاجه بس كده تحطها مكانها، وانتي اساسا كنت منظفه تنظيفات عميقه من شهر بقى او من شهرين. بس كل حاجة بقى في مكانها وتحطي كل حاجة في مكانها، صدقيني شغل البيت مش هياخد معاكي اي وقت. يعني انا النهاردة كده لقيت البيت كله يضرب يقلب، وبدأت بالمطبخ زي ما وريتكم كده. بصي يا دوبك كده خلصت المطبخ في ساعة او ساعة ونص. وبعدين كده طلعت على الشقة بره برضو خلصتها برضو، وكل حاجة عملت كل حاجة وهتشوفوا في الفيديو. امي بقى كده تشجعي كده، ولو كنت كده شقتك عايزة تنظيفات عميقة تمسكي كل يوم أوضة تخلصيها. لو شقتك زي حالة شقتي النهاردة كده، لفي فيها لفة واحدة بس كده، كل حاجة حطها مكانها، وشطبي المطبخ أول حاجة. اعملي الغدا أو اطبخي طبخة اليوم، وبعد كده بقى شوفي بقى ايه. عايزة تغسلي هدوم، عايزة تنظفي الشقة، عايزة تكنسي، عايزة تمسحي كده. انا خلصت كده بقى غسيل المواعين كلها، وكمان غسلت مواعين غير دي، بس ما بحبش اطول عليكم الفيديو. دخلت بقى على البوتاجاز، كان مكان برضو ما كنتش غسلته بقالي يومين، والبوتاجاز كنت شاوية عليه بتنجان زي ما انتم شايفين اهو. العيون اللي محتاجة غسيل بشيلها اغسلها اول باول كده، ايدي في البوتاجاز على طول. اي عين كده محتاجة غسيل ببدأ ان انا اغسلها. جبت معجون اللهلوبة كان عندي، ولو مش عندك استعملي عادي اي صابون سائل. وبدأت ان انا بقى ادعك العيون وحوامل البوتاجاز كلها. بصوا بخلصها وبدعكها كده بخليها كده زي الفل. بعد كده بقى ببدأ ان انا احطها على قماشة كبيرة كده تنشف، على بال ما بغسل البوتاجاز يكون هما نشفوا. وممكن اطلعهم على سور البرندة كده لو في مثلا شمس او حاجة، بيبقوا زي الفل. لقيت كده العيون مش نظيفة قوي، بدأت ان انا بقى ايه اغسلها كلها من اي دهون فيها، والحوامل برضو بغسلها كلها. وانا طبعا على طول ايدي في البوتاجاز على طول، ما بياخدش معايا وقت بقى. مثلا لو ما غسلتوش اقعد مثلا يومين، اقصاها يومين ان انا مثلا ما اغسلش البوتاجاز. ما بحبش اسيبه كتير، عشان لو اتساب كتير هيتراكم عليه دهون، وهو بقى بيبقى صعب بقى نفضل بقى ندور على مزيل الدهون وكده. لا، ايدينا في شقتنا على طول وفي المطبخ وكده بتخلصي اللي وراكي على طول، وما بياخدش معاكي ما بياخدش معاكي مجهود.
زي ما انتم شايفين كده انا خلصت المواعين، وبدأت ان انا امسك بقى البوتاجاز غسيله كله من فوق لتحت كله، ومراية البوتاجاز كمان عايزاها تبقى نظيفة معاكي وبتلمع. اغسليها بالسلكة كده، وبعدين هاتي قماشة مطبخ او فوطة مطبخ وامسحيها كويس خالص. وبعد ما تمسحيها كمان هاتي بقى فوطة ناشفة خالص، وابدأي جامد بقى كده، هتلاقي ادعكيها جامد خالص بفوطة بقى ناشفة خالص. بعد ما غسلتيها هتلاقيها معاكي زي الفل وبتلمع وزي الفل. زي ما انتم شايفين كده انا هخلص بقى البوتاجاز. وورانا برضو النهارده روتين في الشقه، هخلصها كده واظبطها. وبرضو كده يعني ما ورانا يعني شويه شغل كده. قومي بقى وتنشطي كده وتشجعي، واعملي اللي وراكي كله، ما تراكميش اليوم بعد اليوم، الا لو كنا مثلا تعبانين غصب عننا بقى بننام، بس بعد كده بنقوم ونخلص اللي ورانا. اليوم ده كده كان ورايا شغل كتير زي ما قلت لكم في الشقه، والشقه تضرب تقلب. اول حاجه بقى تعمليها ان انت تشوفي هتطبخي ايه، مثلا تكون طبخه سريعه. يعني رحت جبت لبن الصبح بدري، وكمان قلت هعمل شويه رز معمر وسلطه كده وشويه جرجير و... وشويه بيض، سلقت بيض. وكان اول حاجه بعملها ان انا افكر هطبخ ايه. واخلص بقى بعد كده خلاص عرفت ان انا هطبخ ايه بعد كده بقى. وتكون مثلا طبخه سهله وسريعه عشان مثلا وراكي شغل كتير. خلاص طمنت يعني خلاص هطبخ ايه وكده. فببدأ ان انا بقى ايه اعمل شغلي يعني كده ايه وانا مطمنه. خلاص بصوا كده بقى انا خلصت البوتاجاز وغسلت العيون. ببدأ كده بقى خلاص باخدهم بقى كده ايه على البلكونة كده، على سور البلكونة ينشفوا. بعد كده بقى بجيب منديل مطبخ كبير، وببدأ ان انا الم اي حاجة الاول على البوتاجاز، مثلا شوية رز شوية مكرونة اي حاجة بقى على البوتاجاز. جبت بقى معجون اللهلوبة كان لسه معايا، فبدأت ان انا احطه كده على البوتاجاز، وبالسلكة بقى افضل ادعك فيه. بيبقى زي الفل بقى، بيرجع معايا زي الفل. وعندي بقى العيون برضو دي لقيتها عليها طرطشة زيت وكده، فقلت ان انا بقى ايه في الاخر بقى خدت بالي منهم فشلتهم عشان برضو اغسلهم واطلعهم بره في الشمسة كده ايه ينشفوا. بدأت ان انا اغسل البوتاجاز كله بقى من فوق لتحت كده. انا بغسله برضو من على الجناب، مثلا ايدك في بوتاجازك على طول، بس طبعا ما بجيبش معاكم الجناب كده. بغسله من على الجناب وعلى اللي هي العيون ومراية البوتاجاز كمان، ومن ورا، من ورا اللي هي المراية اللي هي بتبقى ورا دي، ومن قدام برضو المراية اللي هي بتبقى قدام. وبعد كده بمسك بقى فوطة مطبخ ناشفة الاول عشان تلم كل الرغاوي اللي معايا دي الاول، وبعد كده بقى بشطفها حلو وبغسل البوتاجاز بقى بيها. زي ما انتوا شايفين كده رجع زي الفل. لازم هتطلعي من الفيديو ده كده متشجعه كده تقومي تعملي كل اللي وراكي. بصي بقى انا خلاص كده خلصت البوتاجاز وغسلت العيون وخلصت اهو. بقى مرايه معايا وزي الفل ومن تحت لفوق وكده اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت ان انا خلاص بقى خلصت كده المواعين والرخامة وكل حاجة. نيجي بقى على المشاية بتاعة المطبخ، برضو شلتها كلها كده، قلت ايه اطلعها بره كده في البلكونة تتشمس. وامسح المطبخ مسحة كده زي الفل برضو. جبت شوية لهلوبة كده ريحتها حلوة. وبدأت صراحة ما كنستش المطبخ، وجبت المية كده وقلت كده كده هجر المية كده بأي حاجة فيها بقى على الفتاشة اللي هي بره. تجر كده ميه كتير كده، وبدل ان انا هجر بقى الميه من تحت المطبخ. ودي كمان يا جماعه يعني كل اسبوع امسحي مطبخك المسحه دي، صدقيني مش هتلاقي تحت منه تراب ناعم ولا اي حاجه. يعني شوية مية كده بالشفشق كده، يعني مش كتير برضو عشان لو البوتاجاز او الغسالة تحتهم مش فاضي او التلاجة. وزيحي كده بالمقشة كده. انا بدل ما اكنسه زحت كله بالمقشة، واي تراب بقى واي حاجة ناشفة بقى او خشنة في المطبخ برميها بقى على الفتاشة. وبصي اي زيوت او اي حاجة هترجع معانا بقى، هيرجع معايا السيراميك زي الفل. بقى بسرعة كده بالشرشوبة تنشفي كده حلو قبل ما المية تدخل تحت اي حاجة، التلاجة او الغسالة تبوظها او تصديها. يعني شوية مية كده بصابون بقى بشوية لهلوبة بأي رغاوي كده تودي الزيت وتخلي المطبخ ريحته زي الفل. اخر حاجة معايا خالص بقى السيراميك، ونشفته كده وزي الفل بقى بيلمع معايا. خلاص المطبخ كله بقى معايا زي الفل. وطلعت كمان المشاية اهي بره في الشمس كده تشمس
اخلص بقى واخر النهار خالص ادخلها، بيبقى ريحتها كده زي الفل. بصوا بقى المواعين خلاص خلصت والحوض خلص وبقى زي الفل، والمطبخ معايا كله بقى بصوا بقى ريحته بقى وبينور من كتر النظافة، وكمان البوتاجاز وشلت العيون اللي هي كانت عايزة تتغسل، وبقى بتنشف بره برضو على سور البلكونة هي والمشاية برضو، وبقى الأرض كده بتلمع كده وريحتها زي الفل. اطلع بقى على الشقة اشيل كل حاجة مكانها. خلاص بقى كده ادتني طاقة ايجابية كده، وخلاص المطبخ بدل نضف خلاص، الشقة مش هتاخد معانا وقت، كل حاجة كده بقى في مكانها. وكمان الهدوم اخدها اللي هي عايزة تتغسل تتغسل، واللي هي عايزة تدخل تتعلق على الشماعة وتتعلق في الدولاب تتعلق. وكل حاجة بقى ترجع مكانها، اي كوبرتيات واي غطيانة او اي حاجة بشيلها احطها مكانها، كل حاجة في مكانها كده. بقى زي الفل معايا سريعا كده، بدل خلاص ايدك في شقتك على طول وننضفها تنظيفات عميقة. يعني كل شهرين كده تنظيفات عميقة، لو الشقة وصلت مثلا لدرجة بقى كل حاجة مثلا تحطيها مكانها خلاص. لو الشقة وصلت معاكي تعبتي منها او اي حاجة، هذه الشقة مش تاخد معاكي بقى وقت كده، تحطي كل حاجة بس مكانها. ونفضت كده الركنة تنفيضة سريعة كده، من اي حاجة بقى عليها وكده. ورتبت كده رتبت كده اللي هو المخدات كده، ورجعت كل حاجة مكانها زي ما قلت لكم. ولقيت بقى الركنة لسه غسلاها ومش عارفة، لقيت فيها بقعة كده مش عارفة بقعة ايه. فضلت انفضها بحسبها تراب، ما لقيتهاش تراب، ممكن حد من الولاد وقع عليها اي حاجة بقى، هو بيشرب اي حاجة. بصوا بقى خلصتها ورحت على الصالة برضو السفرة زي ما انتوا عارفين ان انا حاطة عليها الكمبيوتر. فمسكتها بقى لقيت شوية تراب كده عليها، بالفوطة، ويعني مش ما فيهاش مية ولا اي حاجة، سريعا كده تراب من اي تراب عليها. قومي كده وتشجعي كده وخلصي كل اللي وراكي زي ما قلت لك، هتطلعي من الروتين ده بصي عندك شويه طاقه كده تخلصي كل اللي وراكي، صدقيني. بس انت ابدأي وهتخلصي بقى، هتلاقي نفسك اخر النهار مخلصه والشقه معاكي زي الفل. وصدقيني بيفرق تاني يوم، بتقومي بقى مش وراكي حاجه، بتلاقي كل حاجه زي الفل متلمعه معانا ومتنضفه، يا دوبك بس كده هتقومي تطبقي السرير وتدخلي المطبخ تغسلي بس شويه المواعين الصغيرين اللي في الحوض، هتلاقي الشقة بتلمع معاكي. بيفرق معاكي يومين قدام لما تخلصي شقتك كده، بيفرق معاكي يومين قدام وتديكي طاقة كده وتحسي ان الشقة كلها من حواليكي نظيفة. بعد كده بقى جبت المكنسة اكنس كده اشفط كده اي تراب او اي حاجة على سجادة الصالة وسجاد كمان الركن. ما فيش مكنسة عادي، بالمقشة اليدوية عادي بتكنسي كده كلها كده، بس المكنسة حلوة بتشفط التراب وبتشفط اي حاجة، وبتخلي السجاد ترجع نظيفة. صدقوني هي بتنظف السجاد، او المكنسة الكهربائية بتنظف السجاد، اي حاجة عليها بتشفطها تراب بقى اي حاجة. كمان لو انت مثلا مستعجلة ممكن كمان تشفطي اللي هي السيراميك بيها برضو. صدقوني بيلمع برضو يعني، المكنسة دي اختراع يعني. بصوا بقى انا خلصت الصلاة كلها والسجادة وكله بقى بشفطها كده بالمكنسة سريعا كده، عشان ورايا لسه برضو شغل في الشقة كلها. يعني مش ما يكون ورايا حاجات كتير، بضطر ان انا اخلص كله سريعا سريعا كده. وبرضو بيدينا نفس النتيجة اللي هو التنظيفة العميقة برضو. بدأت ان انا خلصت الصالة، رحت على الركنة برضو سجدت الركنة برضو بالمكنسة سريعا كده، بعد خلاص ما شلت كل حاجة من على الركنة. وكمان يعني نفضت الركنة كده، وكنت غسلها قريب يعني زي الفل معايا. هيبدأ بقى ان انا كده اي حاجة بقى على السجادة ابدأ ان انا اشفطها بالمكنسة. وبكده خلاص لفيت في اوض الشقه كلها والركنه والصاله، وظبطت كده السراير ونظمتها، وكمان شفطت برضو السجاد اللي في غرف النوم وخلصت. والمطبخ بقى بيلمع معايا وبيبرق معايا. وكده خلصت، بدأت ان انا كده اشم نفسي كده، اعمل شويه قهوه اعمل شويه شاي، وببدأ ان انا اخلص الحاجات التانية اللي عايزه ان انا اخلصها.
بصوا بقى انا خدت السجاده كلها، كنس كله، هي كبيره شويه فخدتها كلها، زي ما انتوا شايفين كده. وكمان السيراميك برضو قلت بالمره هو كان نضيف، بس اي حاجه بقى واقعه كده تشفط برضو من على السيراميك. زي ما انتوا شايفين رجعت بتبرق معايا وخلاص، كل حاجة وديتها مكانها. وبقى معايا شوية ايه هدوم، بقى فاضل بقى الغسيل. الغسيل يعني الحاجة اللي بصوا بتخلي الشقة مش متروقة قوي، هو الغسيل والمواعين. غسيل الهدوم والمواعين، حاجتين. بدأت ان انا خلاص بقى كده خلصت السجادة وشفطتها من اي حاجة من عليها بقى، ووديت المكنسة مكانها. وكمان لقيت المكنسة كده متطربة شوية، مسكت بقى الفوطة ونضفتها برضو. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلصت بقى كله. بصوا ظبطت كل الشقة، كل حاجة رجعت مكانها، بس بتوديها مكان بالفوطة اي ترابة او اي حاجة. وكمان وعندي الشلتة دي اللي انا حطاها على الارض بنبقى نقعد عليها، هي كانت زيادة فبنحطها نقعد عليها وكده. لسه بقى دور الهدوم، كان عندي هدوم انا كنت غسلاها، فبدأت ان انا ايه المها. إيه زي ما انتوا شايفين كده لميتها. وطبعا الهدوم يا جماعة ما بتخلص، هدوم نلمها وهدوم ننشرها وهدوم نطبقها. اللي مش عارفة الهدوم دي شكلها كده ما بتخلص. إيه بدأت ان انا الم كل الغسيل اللي انا كنت غسلاه قبل كده الاول، وحطيتها كده وقلت ايه، بالمرة كده لقيت الشقة مترتبة معايا، قلت بالمرة كده اطبق الهدوم كده سريعا كده، عشان لو فضلت مثلا كده على السرير، او فضلت على الركن، او فضلت على الكراسي، ممكن تفضل يومين ثلاثة كده من غير تطبيق. فسريعا كده اطبقها واحطها متطبقة في الدواليب. بصي لما تلمي الهدوم وتطبقيها على طول، بصي بيبقى فيه نشاط كده. اما لما تسيبيها كده تروحي تيجي عليها تلاقيها جوام كده معاكي، صدقيني ممكن ما تطبقهاش كمان الا كمان يوم او يومين، وفي الاخر ممكن نرميها كده في الدولاب من غير تطبيق. اما لما تلمي الهدوم وتطبقيها على طول، ما بتحسيش بقى ان هي خدت وقت او اي حاجه. صدقيني بصي اي شغله تخلص معاكي في نفس الوقت، يعني لمينا الهدوم طبقناها على طول وحطيناها في الدولاب، ما بنحسش مثلا بمجهود. برضو خلصنا اكل قبل ما نراكم المواعين في الحوض نغسلها، ما برضو ما نحسش بمجهود او نحس بقى بتعب او بتقل او مكسلين، لا، هنخلص كل اللي ورانا. طبعا الايام دي يا جماعه احنا المسلمين كلهم عايشين في اكتئاب، في اكتئاب بسبب اللي بيحصل في فلسطين. واحنا بندعي وبنعمل اللي علينا ونبدأ وبندعي، بس للأسف تحسوا ان احنا حياتنا عادية، انما تحس ان هم في فلسطين، تحس ان هم القيامة عندهم قامت في فلسطين، واحنا هنا ايامنا عادية. تناقض رهيب في الايام، هو في تناقض. كنا عايزين حل بس لحد دلوقتي ما فيش حل. يعني يا رب بقى ارحمهم يا رب، واجعل موتهم من الشهداء وصب. وطالبه منكم يا جماعه ان انتوا تدعوا لهم في كل صلاه. بصوا بقى انا طبقت الهدوم، ولقيت بقى معايا الهدوم التانية اللي انا دي معاناة ست البيت، اللي انا كنت لماها من على الركنة او لماها من على السراير او كده. فقلت بالمرة احط دورة غسيل في الغسالة الكاملة عندي. انا بسميها غسالة الازمات، لما بكون مشغولة بحط فيها وهي بتغسل لوحدها، اما بيكون الهدوم مش نظيفة قوي لازم اغسلها في الغسالة التانية. فبدأت ان انا احط فيها دورة غسيل، وطلعت بقى كده في البلكونة، نفضت الكنبة من اي تراب عليها، والولاد كانوا موقعين برضو عليها، فشكلها كده عايزة تغسل قريب وكده. ان شاء الله هبغسلها. ببصوا بقى ونفضتها بقى من اي تراب عليها، ونفضت كمان السور بتاع البلكونه. وبدات ان انا ونفضت كمان الكراسي والترابيزات وكل حاجه. بدات ان انا اكنسها كنسه برضو سريعه كده، اخليها زي الفل. سبتها وهي بتلمع. طبعا ست البيت الشاطرة بقى اللي ما تخليش وراها اي حاجة، سريعا كده تلف في شقتها لفة كده، تخلي البيت من حواليها او الشقة من حواليها بتبرق، وتخلي ريحتها كده من النظافة، ريحتها كده بصوا منعشة كده، وتديكي طاقة وباور كده لبقية الايام اللي جاية. زي ما انتوا شايفين كده خلصت البلكونة ونضفتها وبقت بتلمع معايا، ورجعت الستائر كده ضلمتها عشان خاطر اي دبانة او اي حاجة ما يدخلوش جوه عندي في الشقة. دي الهدوم كده اللي كانت في الغسالة بعد ما اتنشرت.
الهدوم دي اللي كانت في الغسالة بعد ما اتنشرت، الصراحة أنا نزلت السوق أجيب شوية طلبات وبعد كده نشرتها. بس قلت اصورها لكم كده الاول. بعد ما خلصت نزلت السوق جبت شوية طلبات، وبعد ما جبت الطلبات لقيت الغسالة بقى خلصت غسيل فنشرتها. وهوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها من السوق. انا جبت كرومبتين، كان السوق النهاردة غالي. جبت كرومبتين، يعني الاتنين عاملين 25 جنيه. وجبت كمان سمك، بس طبعا مش هعمله النهاردة، هعينه عادي في التلاجة، في علبة التلاجة كده بيفضل زي الفل. في الرف اللي فوق بيفضل معايا زي الفل، عشان هعمله بكرة ان شاء الله. هشويه. السمك ده كان عامل 50 جنيه بس، صابح وزي الفل معايا. تعرفي السمكة صابحة منين؟ من عينيها ومن الظهر بتاعها يكون جامد كده، ويكون معاكي كده مش طري، لا يكون جامد وتبقى السمكة كده مصحصحة كده. جبت بقى شوية طلبات، كانت البيت محتاج طلبات. جبت معايا فلفل، الفلفل كان عامل 15 جنيه. وانا بحب انقي الفلفل الاحمر، بيبقى حلو كده على البتنجان في المسقعة وكده. وجبت كمان معايا الكلمنتينا. انا كل مرة بجيب برتقان، والمرة دي بقى لقيت الكلمنتينا طلعت ومسكرة كده، دقتها صراحة لقيتها مسكرة، فجبت منها كانت عاملة 10 جنيه. جبت كمان كلامنتينا، كانت عاملة ب25 جنيه، كانت غالية. السوق ده كانت غالية. كانت عاملة 25 جنيه. وجبت طبعا بصل أخضر. بصوا بقى شتا طلع بقى وكده، البصل بقى والخضرة وكده وبتبقى رخيصة. جبت كمان معايا فاصوليا خضرة، ما كترتش يعني نص كيلو كده. ومعايا كمان موز. جبت موز برضو، مش تقريبا كان بكام، مش فاكرة، كان باين لا ب15، كان ب15 جنيه. جبت طماطم بقى، كانت في طماطم 2 كيلو ب25 وفي ب15. جبت من الاتنين، يعني اللي بتبقى طرية كده باخدها للمحشي او لأي طبيخ او كده، واللي بتبقى جامدة بسيبها للسلطة. طبعا انت بقى هتنزلي يوم بس في الاسبوع تخلصي اللي تجيبي حاجة الاسبوع كلها، يبقى عندك حاجتك في التلاجة. اي ظروف بقى الدنيا مثلا مطرت، اي ظروف بقى جالك مثلا ضيف او اي حاجة، يبقى عندك حاجتك في التلاجة. بصوا بقى، وانا طولت عليكم الفيديو ده، بس ما تنسونيش بقى في اللايك اللايك والاشتراك، واللي ما اشتركش يشترك وتحطوا لي لايك جميل وتعليق حلو منكم. بصوا بقى، وجبت كمان خيار زي ما انتم شايفين، خيار فلاحي وجميل كان ب10 جنيه. وبطاطس كانت عاملة 15 جنيه. جبت 2 كيلو ب30 جنيه. يعني تسويقة الأسبوع زي ما قلت لكم، عشان طبعا يكون حاجتك في بيتك، ما تنزليش بقى ولا تحتاري طول الأسبوع. وجبت كمان خضرة كتير. طبعا الخضرة في الشتاء يا جماعة بتبقى رخيصة شوية، ب5 جنيه، يعني حبة حلوين كده ب5 جنيه. وجبت كمان معايا جوافة. جوافة كانت عاملة 2 كيلو برضو ب25. يعني جبت طلبات البيت كله الحمد لله. عشان طبعا يعني طول الأسبوع. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، ومع السلامة.